اليوم رح نحكي عن أغنيتين بيظهروا كأنهم بس للضحك أو الرقص، بس بالواقع فيهم رسائل خطيرة، ووحدة منهم فيها إهانة مباشرة للأديان، والتانية بتشجع على العنف والقصف. خلينا نبلش بالأغنية الإيطالية واللي بتقول ترالاليرو ترالالا بروكوديلو بروكالا. وكلمة ترالاليلو ترالالا تعني حرفيا، ومضطر اني اقول الترجمة للتوعية، تعني خنزير الله او خنزير الرب. كلمة بوركو يعني خنزير، ولما تنقال مع أسماء مقدسة بتصير مسبة دينية كبيرة جدا. المقطع بيشتم الله بالمسيحية وبيشتم الله بالإسلام، يعني الأغنية ما عم تسخر من دين واحد، عم بتسب كل الأديان. في ناس بيقولوا إنه الهدف كان المزح أو الكوميديا، بس حتى لو كان في خطوط حمراء ما لازم تنقطع، لأنه لما يتحول الدين لمادة للسخرية بيبدأ التطرف وبيزيد الانقسام وبيتشوه احترام الآخر. أما أغنية بومباردينو كروكوديلو بترقصك على أنغام مجازر، والأغنية انتشرت بسرعة عجيبة على التيك توك والإنستغرام، الكل عم برقص عليها، أولاد، شباب، حتى أطفال. بس هل فكرتوا بكلماتها شو المعنى الحقيقي؟ شو الرسائل اللي وراء الضحك والرقص؟ كلمة بومباردينو جاية من كلمة بومبارد يعني قصف، والأغنية فيها رموز بتشجع على العنف والدمار، وبتتغنى بالقوة بطريقة غريبة، كأنه القصف صار شي عادي، كأنه مشهد المجازر صار ترند. يعني بدون ما نحس صرنا نضحك ونرقص على ألحان فيها عنف، صرنا نطبل للقنابل ونغني فوق أنين الضحايا. هاي الأغاني مو بس أغاني، هاي أدوات بتأثر بالعقل الباطن خاصة عند الأطفال. اليوم ابنك برددها، بكرة بيتعود على فكرة أنه القصف والموت موضوع عادي. اليوم بتسمعها وتضحك، بكرة يمكن يصير عندك لا مبالاة قدام مشاهد الحرب الحقيقية. نصيحة مني إلك، ما بدي يقول قاطع الأغاني أو خاف منها، بس اسمع بوعي، دقق بالكلمات، اسأل حالك شو الرسالة، شو عم بيدخل براسي. وإذا حسيت أنه فيها إساءة أو تطبيع مع العنف، لا تنشرها، لا تعيدها، ولا تضحك عليها. واعمل معروف، احكي لأخوك الصغير أو ابنك أو صاحبك، مو كل شي بضحكك لازم نضحك عليه. وهيك منكون حكينا القصة مثل ما هي، أنا حكيت والقرار عندك. إذا حبيت الحلقة لا تنسى اللايك والاشتراك، وخبرني بالتعليقات شو رأيك بهيك أغاني، وهل شايف إنه عن جد فيها خطر على المجتمع؟ بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.